فكتير منكم داخل كليات هو مش عايزها. انا كان نفسي مثلا ادخل هندسة فلا دخلت كلية تانية، فبالنسبة له دي بتبقى يعني كارثة. بالنسبة له بيبقى داخل الكلية دي اللي ربنا قدرها له هو مش طايقها اصلا. ولكن ده غلط. ليه؟ لاني مع الايام هتدرك تماما ان اللي ربنا اللي اختاره ليك صح، حتى لو مش على هواك، حتى لو مش على مزاجك. خلي بالك انت اللي بتعمل النجاح، انت اللي بتصنع النجاح، مش الكلية هي هتصنعك. طيب في مهندسين كتير جدا جدا بس قليل المتميز، في دكاترة كتير جدا جدا بس قليل الممتاز الشاطر، في معلمين كتير بس قليل المتميز، في محاميين كتير بس قليل اللي عنده ضمير وتمام. فاحنا اللي بنعمل قيمة لنفسنا، احنا اللي بنصنع النجاح. فانت اي مكان ربنا اختاره لك سبحانه وتعالى، ايا كان المكان ده، اصنع النجاح فيه. يقن تماما ان مع مرور الايام والسنين هتدرك ان ربنا سبحانه وتعالى اختار لك الافضل. سبيل المثال كنت عايزة تمريض، كنت حابة التمريض جدا جدا، وخلاص انا عايزاه وجبت المجموع، بس عندي في البيت والدتي رفضت. فانا خلاص عملت صلاة استخارة ما بين ده وما بين ده واخترت ده. فربنا مختار لنا الافضل ايا كان ايه هو. يلا اشوفكم على خير، وان شاء الله الدراسة تبقى موفقة ليا وليكم باذن الله.